الكريم، هذا نداء استنجاد بجلالة الملك المعظم محمد السادس نصره الله وأيده. السلام على المقام العالي بالله، وبعد. صاحب الجلالة نصرك الله، أنا المسمى الحسين بطنزين، ساكن بدوار مصرف البرج، قيادة جماعة توريكا عمالة إقليم الحوز مراكش. رقم بطاقتي الوطنية حرف أ 221190. صاحب الجلالة الله ينصرك، أنا وعائلتي يا جلالة الملك تعرضنا لظلم كبير بعد ما حكمت لنا المحكمة ونفذت نهائيا وسلمت لنا البلاد ديالنا. جا واحد من كبار الملاكين عنده المال والنفوذ في السلطة واستولى على ملكنا ودا لنا 32 هكتار ديال الأرض والزيتون، وحقر علينا وسيطر علينا وطغى علينا بالنفوذ ديالو وطردنا وشردنا من الارض والدار اللي كنا تزنا فيها وولدنا فيها ولادنا وتزاد فيها بانا المرحوم سنه 1912. باك باش مات الا سمحتي؟ مات في كسيده مشبوه فيها، ما عرفناش شكون اللي قتلو، وداو ليه الشنطه ديالو فيها جميع الوثائق ديالو واللي كان مرتوى ابا عن جد بوثائق وحجج قاطعه واحكام نهائيه هي باش حكمت لنا المحكمه ونفذت لنا. وعينا ما نشكيو يا جلاله الملك ونقول اللهم إن هذا منكر يا جلالة الملك نصرك الله. وحتى واحد ما تصنت لنا ودرنا احتجاجين امام المحكمه الابتدائيه بمراكش، لقاتنا في المصير بسبب نفوذ هذا الانسان الطاغيه اللي ما عندوش الضمير. يا جلاله الملك الله يطول لنا عمرك، عملنا احتجاج اخر في عين المكان بخبار السلطه المحليه لمده 5 شهور، كنطالبوا بالتحقيق في هذا الظلم وكذا، وشكا بينا في المحكمه وطلبنا إجراء خبرة في عين المكان وتقررت يوم 2/5/2014 باش نحضروا بالوثائق ديالنا القاطعة ملف عدد 85,1101/2014. إلا أن المحكمة بسبب النفوذ والمال اعتقلتنا يوم 29/4/2014 قبل موعد الخبرة المقررة ب3 أيام، ودخلنا كلنا حنا والعائلة للسجن مرة أخرى ب3 شهور ديال السجن. وكذلك أمي سابقا عندها 80 عام دخلها السجن ب2 حبسان. اللهم إن هذا منكر يا صاحب الجلالة نصرك الله. المحكمة ما كتقول غير كلامه وكيعطي علينا بال100 وبال200 مليون باش ما تبانش الحقيقة، وكيكري بلادنا بفلوس صحيحة للعملاء ديالو اللي كيشهدوا علينا بالزور، مقابل يستغلوا الأرض ديالنا وكيبيع الزيتون ب40 وب50 مليون وكيخسرها علينا وكيضربنا بديالنا اللي داو لينا يا مولاي نصرك الله. هاد الظالم والعصابه ديالو طغاو علينا وسيطروا علينا سيطره تامه ودمروا الحياه ديالنا ومستقبلنا ومستقبل ولادنا وطغاو علينا والدل بسبب هذا الظلم. يا جلاله الملك الله ينصرك ويشافيك ويعافيك ويطول لنا عمرك. ما عندنا غير الله وجلالة الملك، وما بقى لنا أمل إلا في الله وفيك، مزاوقين لك في الله وجدك رسول الله. شد لنا حقنا اللي ضاع منا بسبب الحقرة والنفوذ ديال هذا الطاغية، هذا الظالم اللي ما كيرحمش الضحايا ديالو. يا جلالة الملك الله ينصرك ويعزك. العائلة كلها كتعاني وكتعيش في مأساة حقيقية وكتغوط لله اللي خلقها من هذا الظالم اللي دا لنا الحقوق ديالنا. يا مولاي نصرك الله، حنا راه كنحبوك، انت اعز لينا من حياتنا وحياه ولادنا، دمنا فداء للملك والوطن. كنطلبوا منك تاخذ لنا حقنا يا ملكنا العزيز. ملي خرجنا من السجن يا مولاي ريب لينا الدار اللي كنا تزنا فيها بالطراكس في شهر 9/2014. هاد الظالم حطمنا وحطم امالنا ودمر حياتنا وعيشنا في الجحيم والبؤس والفقر، واليوم ما عندنا غير الله وانت يا جلاله الملك. الله ينصرك ويعزك، والسلام على المقام العالي بالله. الله يبارك عمر سيدي. سعادة جلالة الملك الله ينصرك، الله يطول لنا عمرك، الله يعافيك، الله يشافيك. احنا مزوجين فيك وفي الله سبحانه الا هو. هذا دارينا بلادنا ظلمان دارينا بواحد البلاد قريبة لينا شراها وجا خلاها ودارينا احنا بلادنا في نصر في البر. هو شرب تكاترت وحنا في نصر في البر ودنا بلادنا ظلمان. وملي كنمشيو للمحاكم كيسدوا علينا ويدخلونا للحبس. هذا 2014 درنا
الاحتجاج ودرنا الاعتصام في البلاد فاش حنا تزنا ومشى بينا دعوة وعطاونا 3 شهور الحبس وجمعنا ب4 الخوت ومازال جابوا ولادنا وعيالاتنا حتى عند الوكيل قالوا لي إلا ما خبيتوا هذا البلاد غادي تمشيو حتى نتوما للحبس. شكون هادو اللي تاهما يمشيو للحبس؟ ولادنا عيالاتنا وولادنا صغار. وحنا لهنا سيدي عندنا الوثائق ديالنا، عندنا التنفيذ ديالنا، عندنا التسليم الملك، عزت علينا المحكمة بيننا وبين ورثة القايد عبد الله اللي تيقول هذا شرا من عندهم. وخلى البلاد اللي عندها التيتر اللي شرا وجا لينا حنا لبلادنا في مصر بالبرج عندنا الوثائق عليها تسليم ملك عزت علينا المحكمة. الله ينصرك تنزوق فيك وكنزوقوا في الله باش تشوف لينا هذا المشكل. انت اللي باقي فشرجينا، انت اللي عالي من هذا الظلمه كلهما، كلمتك هي العاليه تنطلبوا فيك وكنزوقوا فيك. هذا قضى علينا ودى لنا الارض ديالنا 32 هكتار وساكنين دابا حنايا في 42 متر للواحد 4 الخوت. انا عندي 6 نفوس والمراه وانا ساكن في 42 متر وتنطلب منك تصيفط اللي بغيتي تصيفط. شوف هادشي اللي تنقول لك واش كاين ولا ما كاين. الله يجازيك بخير والله يطول مع عمرك. عاش الملك عاش الأسرة الملكية.